من بعد 3 2 1 غادي تشوفوا الكمارة ديالي من هنا كنفيق. أبلا يلا كنفيق كنكون ندير بحال هكا. كيفاش تسافر حول العالم بلا فلوس وبجواز سفر مغربي؟ قبل ما ندير ديبار من الدار البيضاء من المغرب خويت البسطام والكونت، بغيت نعرف واش ممكن الانسان يسافر مهما كانت الوضعيه الماديه ديالو وفين ممكن يوصلوا لجواز السفر المغربي. في هذه التجربه هذه غنشارك معكم كيفاش غنديباني راسي في المواصلات، في الاكل وفي السكن، التحديات اللي غادي نواجه، الاجراءات باش ندخل لكل بلاد، والثقافه ديال الشعوب اللي غادي نتلاقى بهم ان شاء الله. في الطريق ممكن طيح بزاف ديال المشاكل ولكن هانيه، حقاش شخصيا اي حاجه وصلت ليها في حياتي كانت نتيجه ديال المشاكل تعاملت معها وتعلمت منها. واش الشيء يصدق ولا لا الله اعلم، اكتب لي في التعليقات اش بان لك وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. باقيين في العيون كنتسنى الشباب يفيقوا باش نشوفوا ديك الساعه شنو غادي نديروا، شنو البلان. في الحلقه اللي قبل يعني الفيديو اللي قبل شاركت مع النيتورك ديالي في الانستغرام انني بغيت نقدم خدمات اللي ممكن انني نفينونسي بها يعني شي حوايج اللي ضروري خصني نخلصهم في هذا السفر ديالي، واللي ما كاينش شي طريقه اخرى باش تخلصهم من غير الفلوس. والمهم صيفطوا لي بزاف ديال الناس والاغلبيه سولوني على حصص توجيهيه بحكم التجربه اللي عندي في هذا الدومين هذا. وكما قلت لكم راه الخدامه راه كاينين بزاف حاليا في الاونلاين، والناس اللي عندهم مهارات راه ممكن يخدموا هنايا. انا بحكم الضيق ديال الوقت ما يمكنش ليا نبقى خدام هنا واحد المده طويله عاد باش نجمع شويه عاد باش نقدر نكمل السفر ديالي، فبالتالي اختاريت انا ندير هاد الطريق الثانيه. وصراحه انا ما غاديش يكون عندي الوقت بزاف، يعني راه كما شفتوا دابا راه الانترنت ما كتكونش ديما، راه ممكن نهار كامل ما تكونش عندي الانترنت، يعني بالتالي غادي نحاول نجمع ديك الحصص في الوقيته اللي يكون عندي فيها الانترنت باش انا نقدر نخدم مع الدراري مثلا واحد 3 السوايع ولا 4 السوايع، وديك الساعه نقدر نكمل السفر ديالي ونوفر داك المبلغ اللي غادي نحتاج. البلاد كيصوب شنو الفيل سميتها؟ الزري الزري. الزري كيخلط الحليب باللبن. ديال السكر هو الاول، علاش كيديروها قلتي؟ السكر علاش كيحيد باش يجيك العطش، يعني تضرب ديستونس كبيره وما يجيكش عطش. الناس ديال العيون ما عرفتش واش عارفين واحد الحاجه، ولكن راه عندكم الماء واعر، الماء ناضي، عرفتي والله حتى احسن من جميع القراعي ديال الماء اللي كنشرب في كازا. دونك دابا الشباب جا موعد باش نغسلو المعينات. دونك من بعد ما فطرنا خصنا نغسلو الكيسان العباد البراد. كما كتشوفوا الماء ما كاينش، شفتوا كاينش الماء، وداك الماء اللي كنت قلت لكم راه زوين بزاف وفريمون واعر، تبين بان الماء ديال العيون صراحه المرات هو كيكون مالح ما زوينش، ولكن عندهم كيديروا كيفلتريو بحال قلتي الماء ديال البحر، فبالتالي داكشي علاش ولا داك الماء فريمون المذاق ديالو زوين بزاف وخفيف لواحد الدرجه اللي قلت الماء عندهم هنا واعر بزاف. انا ما عندناش الماء ما كاينش، يعني كيعمروا غير السطل هنايا او كما كتشوفوا السطل هذا بهذا البيدو وصافي. دابا غادي خصني نحاول نلقى شي طريقه باش نغسل هاد العيبات بهاد الماء اللي كاين. اي حاجه صبر على بالك كتخدم في الدماغ ديالك حتى بالغسيل كتحط مع شي مشكل اول مره ضروري تخدم دماغك وتشوف شي طريقه الانسب باش تغسل هادشي. الحاجه اللي ما لقيتهاش هنايا واللي مهمه بزاف هو ديما الواحد يدير ليغات. يقول لي شي واحد يتاش من الليغات اصاحبي، الواحد الراجل خاصو يكون خشن. اتفق معاك، اللي كان قالها عمر بن الخطاب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اليد ديالو راه كانت ملي كتسلموا عليه كيلقى لك بحال الحرير، رطب من الحرير، يعني رطبه بزاف. وبطبيعه الحال الا بقيتي كتستعمل هذا يوميا وكتعرضوا ليدك ديريكتومون راه يدك راه عارفه كيفاش غادي تولي، يعني سواء كنتي مرا ولا راجل الواحد ديما يطلع في راسو ويدير ليكات. انا دابا ماشي مشكل حقاش ماشي شي حاجه اللي كنديرها ديما صراحه، قليل كنغسل المواعين، حتى المواعين ما عنديش بزاف، فبالتالي ماشي مشكل يعني هنا دابا بحال هكا. واحد الشمس العشيه وقعت دابا عجيبه. وانا دخلت نغسل سناني، يلا ساليت غسيل المواعن، قادي داكشي مزيان ستيكيتو البراد ناضي، براد ما درناش فيه الصابون باش ما يخسرش الاجواء، حتى ساليت كلشي. دخل واحد السيد للدار، هما هنا عندهم في الصحراء كيسميو مثلا الدار اللي جالس فيها كيسميوها الزاويه يعني اي واحد دايز يقدر يطلع يجلس. يلا دخل قال لي جيب لي ديك الصينيه باش يقاد اتاي.
شحال هذاك كنقي فيها ونقاد عرفتي، يلاه كتكون قاده ومزوقه ومقاد داكشي مزيان وغير كيشعل مزيان. يلاه شرب معايا، يلاه كنا شربنا حنايا اتاي داكشي جايب لي ديك الصينيه ديال الفلفل، حسيت بدا دوك المجهودات ديالي كاملين تضربوا بزيرو. المهم دابا نغسلو السنينات. مهم بزاف الواحد يحافظ على السنينات ديالو خلال السفر. من بعد كل وجبه يغسل سنانو، كندير انا ديما هذا وهذا. واللعيبه ديك كنقشرها بين السنان باش ما يبقى حتى شي حاجه. صراحه هذا وليت كنديرهم غير من بعد ما درت لي باك. دابا راه حيدتهم وشريت المسواك، وليت كندير شحال هادي هو اللي غادي نرجع ليه دابا نديرو. صراحه كنلقى بنفس ليفل بالنسبه لي، انا كنلقى نفس المفعول. استغلينا الوقت اننا جلسنا مرتاحين عند الشباب. عاودت جبت الباكاج ديالي، عاودت قاديته كامل من الاولاني. واحد القضيه اللي ما كنتش ركزت عليها في الاولاني هو نحط داكشي اللي ما نحتاجش لتحت وداكشي اللي نحتاج لفوق. فهادشي اللي دابا عاودت قاديت في السكان. فوالا هادشي اللي كاين. واحد شي حويجات شنو هاد 3 بياسات اللي خليتهم هنا للشباب الا بغا يعطيهم لشي واحد. دابا راه كيعيطوا عليا نمشي نتغدى دايرين السرديل. هنايا السرديل في العيون داير 7 دراهم. آه وراكا عارفين فري يعني داكشي باقي جديد. يلا باش متقلقوش علينا الشباب. حنا خرجنا دابا من الدار. مشينا نضرب واحد الدويره هنايا خفيفه في العيون. السيد اللي جابنا هنايا للعيون غادي نكملوا معاه الطريق. غادي تشوفوا مازال فين غادي نمشيو. هو دابا راه ناعس شويه كيدير لا سيست. الناس هنا عايشين واحد الحياه لي سامبل. يعني الانسان كلشي ساكن كلشي واكل كلشي شارب. وكيديروا لا سيست. واحد الحاجه اللي في بزاف ديال المدن الانسان مابقاش كيديرها، لان ولا خاصو يخدم بزاف باش يشري بزاف ديال الحوايج اللي توهم الانسان ان هذوك الحوايج راهم ضروريين وانهم داروا باش يوفروا للراحه ديال الانسان، الوغ كو دوك الحوايج داروا غير باش تزيد تخدم عليهم بزاف. وما يبقاش لك كاع الوقت باش انك تستمتع بهم. ولا باش تستمتع بالحوايج اللي بازيك اللي نورمالمون الحيوانات كيستمتعوا بهم. anyway المهم حنا دابا غاديين للسونتر فيل. واحد البلاصه سميتها ساحه المشوار. صافي ندير دويره خفيفه كما قلت، ومن بعد غادي نرجع لهنايا باش نكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله. القضيه لاحظت هنايا في العيون هو ان الشباب هنا ما كيديروش الصمته في الطوموبيل، يعني سواء اللي سايق ولا اللي ما سايقش ما كيديروش الصمته. دونك حنا دابا في ساحة مشوار، بلاصة معروفة هنايا في العيون. دابا لقيتوني كنفكر في شنو هي الترانزيسيون اللي ندير باش وقت ما نمشي لشي بلاصة جديدة نبدا ندير نفس التصوير. عرفت داك الفليبات ديال كتضرب الطربوش وكتخرجو عاوتاني. هادشي فاش لقيتوني كنفكر دابا، باقي ما لقيتش شي بلان. اقترحوا عليا شي حاجة في التعليقات. جلسنا دابا في هاد القهوة هنايا في العيون. عرض علينا السي احمد الله يجازيه بالخير. هذا هو السيد اللي كان ركب معنا في الاوتوستوب اللي تو مات معنا في الزاويه. كي صحنا انا وياه حاسين بواحد الاحساس بحال مريحين في الدار، فهمتي. كلشي ديالنا كون زايد الدار. واحد القضيه مشكل اللي عندي دابا، قدر شي واحد يشوف يعني هو اللي عمرك تضرب ليه الحساب وانت عمرك قررتي انك تسافر، هو ان كرشك تبدا تضرك قبل ما كل كثرت ما تبدا تاكل بزاف تبدا تضرك كرشك قبل ما كل. ما في المغرب كما كنت قلت دابا في المغرب باقي في المغرب في كازا ولا كندير داك السيستيم صيام متقطع. كناكل غير مره واحده ولا جوج ديال الروبا صغار مره واحده في هاد البيريود، والوقت كامل كتبقى كرشي خاوي كنشرب غير الماء. دابا اليوم فطرنا الصباح ضربت تقريبا واحد الخبزه لاروب. الغداء ضربت عاوتاني واحد نص خبز ولا ما عرفت شحال والحوت. ودابا مازال في الطريق. انا دابا من الناس اللي كنمشي مع السي عبد الله، يعني تا هو كياخد حتى العشاء. ودابا كرشي منفوخه مع باقي كاع ما تهضر داكشي ديال الصباح ودازت العشيه مع ملي كتكون مولف مده طويله وانت داير الصيام متقطع، الكرش ديالك كتصغر، المعده كتصغر. فبالتالي دابا بحال قلتي كيجيها ماشي نورمال الماكله كامله اللي كتاكل. في الليل كيكون واحد المنظر واعر مع الضوء وداكشي
شباب واحد ديكور راه ميمكنش، وصراحه ما عرفت كيفاش يبان في الفيديو، ولكن راه جربت في التليفون راه ميمكنش داك الديكور شحال زوين بالعين المجرده، يعني سبحان الخالق كيفاش كتشوفوا بعينيك راه لا علاقه مع التصويره. ما عرفتش كيفاش يبان في الفيديو صراحه. هنا في الخرجه ديال العيون ميمكنش لواحه وكيبان لك الماء زرق، زرق الماء زرق بزاف بزاف بزاف، تبارك الله سبحان الله. لا الشباب دابا في البلايا، غادي ان شاء الله نصليو هنايا المغرب والعشاء جامع تقديم، وديك الساعه نشدو الطريق. باقي ما عرفناش فين نباتو اليوم صراحه، يلا غاديين وما عرفناش فين غادي نوصلو. مي هادشي ماشي مهم، اهم حاجه هو الواحد يعيش اللحظه. دونك حنا دابا الشباب في بوجدور، باقي مع السي عبد الله، باقي كنضربوا مع الطريق، غادي تشوفوا مازال فين غادي نوصلوا. ديجا كنت قلبت في كاوت سيرفين، كنت ناوي نبات اليوم في الداخله، واحد الولد قال لي اجي مرحبا بك، قال لي راه نخرج من الخدمه مع 3 ديال الصباح. مي دابا باقي ما عرفش واش نمشي عنده نبات في الداخله ونبقى فيها اليوم او لا نكمل الطريق. صراحه باقي ما عرفت، في هاد الوقيته كنسجل الفيديو باقي ما عارفش. المهم شوفوا شنو غادي يوقع. دابا راه نمشيو نتعشاو، عرضوا علينا العشاء الله يجازيهم بالخير. دايرين الحوت هنا في بوجدور، بوجدور فيها الحوت فريمون واعر بزاف. انا نوريكم دابا شنو غادي ناكل. يلا بسم الله. تقريبا عامين دابا ولا ما عرفتش شحال ما كليتش اللحم، كنا ناكل غير الحوت لا اللحم لا الدجاج، واليوم كانت اول مره ناكلو. صراحه كنت تيستيت الدراري دابا بصح ما كلاوش بزاف، وهذا اللحم ديال الابل ديال الدجاج ديال الجمل، ودابا راه غرقت فيه وحتى ما عرفتش كلشي كيفاش غتعامل معاه، لان شوف شدينا الطريق. الشباب تبارك الله راه دي ترونسبورتور بروفيسيونيل، عندهم داكشي دقة كيما شفتوا في الفيديو، الوقت هو الوقت، الديبار هو الديبار. ودابا حنا راه مازال شادين الطريق ان شاء الله فينا نوصلوا الله اعلم. هذا سؤال ما خاصوش نسولوه، حنا كنتمو غير غاديين غير غاديين فيما وصلنا مزيان.